الأمير محمد بن سلمان يلقن قاتل بندر القرهدي درسا قاسيا ويقضي عليه بعد تدخل السلطات السعودية. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. شرطة محافظة جدة أعلنت القبض على الجاني، وأن إجراءات الاستدلال بيّنت وجود خلاف سابق بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة. وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الضحية أحد منسوب الخطوط السعودية، وأنه تم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها عبر مادة البنزين، وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل 4 أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم. إن تفاصيل مقتل الكابتن الطيار بندر القرهدي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية كما هو موضح بمقطع الفيديو الذي تم نشره بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، هو قيام مجموعة من أصدقائه بتقييده داخل السيارة وجلب مادة البنزين المشتعلة وسكبها عليه وعلى السيارة بأكملها، ومن ثم قاموا بوضع السيارة على الطريق السريع حتى لا يستطيع أحد مساعدته. ولكن تمكن المجني عليه من فك جميع قيوده والسقوط من السيارة، ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان، حيث سقط والنيران كانت ملتهمة جسده بأكمله. وكان يستنجد المجني عليه بندر من جميع أصدقائه بعدم قتله بهذه الطريقة الشنعاء، ولكن كان صراخه دون جدوى. وجميع تلك الأحداث كانت أمام مرء ومسمع الجميع، ولم يقدم أحد على مساعدته وتخليصه منهم، وقد تم القبض على أحدهم من قبل الجهات الأمنية بالسعودية بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة. شكرا لكم أعزائي الكرام على المتابعة.